بعدا نحطوا السياق اللي كينعقد فيه الجمع العام، واللي فيه معركه ديال الاساتذه الجامعيين بالدار البيضاء، واللي خداو قرار ديال مقاطعه الدخول الجامعي في نهايه السنه الفارطه، وتم اجتماع المكتب الفرع الجهوي في 1 سبتمبر، وتم القرار وبدا اليات ديال التنفيذ ديالو الاجراء ديالو. كذلك اجتمع المكتب الجهوي في 8 سبتمبر اللي بدا كيهيئ الجمع العام اللي كان مقرر باش يبدا لو 15 سبتمبر. وإفيكتيفمون كان الجمع العام ناجح، حضرت ليه 312 استاذ في كليه العلوم والفيزيك، 312 استاذ، باش حتى على مستوى الصحافه وعلى مستوى الدعايه الكاذبه اللي كتكذب النظام ديال الدار البيضاء مزيان ناكدوا الحضور هو 312 استاذ، ماشي 16 ماشي 20 ماشي هذا، وانتم كنتوا حاضرين وكاين لوائح. دونك كان حضور اللي هو متميز ديال الاساتذه. اللي بغيت ناكد عليه هو انه نظاماتنا علاش هاد النظامات وعلاش هاد المقاطعه، لان مزيان نفهموا. الا ما فهمناش علاش كنمرضوا بهذا ما يمكنش نزيدوا. ولكن المشكل الاساسي والنقطه اللي اخذت الكاس هو مشكل التقاعد. مشكل التقاعد الاستاذ دابا غيعود 70 عام وهو تيدير التي بي وتيدير التي دي وتيدير وهذه مساله ما يمكنش فيو انه لاج ديالنا، فيو انه هذا يمكن في دول اخرى استاذ من 50 عام ولا من 55 عام ولا 60 عام ما تيبقاش يقضي، ما كيبقى يدير لا تي بي لا والو، يهود ديريكسيون دو لابوغاتوار ولا هذا يمكن يصرف الايام ديالو. اما باش يخدم الاستاذ حتى 65 عام ولا 69 ولا 70 مساله اللي ما كنقولهاش. وهذه ماشي بالنسبه لنا، هذه قضيه اللي هي قضيه على الصعيد الوطني. اذا المشكل الاساسي اللي اخذ الكاس هو مشكل التقاعد. المشكل الثاني واللي هو مشكل سياسي هو مشكل ديال خوصصه التعليم عموما والجامعات التكنولوجيه بالخصوص. جوج المشاريع في المجتمع. حنا على مستوى التحليل ديالنا هو انه تفهموا بانه كاينه ازمه عالميه ديال النظام الراسمالي وخصو يصرفها على حساب الشعوب، وكياكلوا الخير ديال الدول وديال هذا، وحنا المغرب دوله تبعيه بغينا ولا كرهنا تنفذوا داك الشيء اللي تيقولوا لنا بحال شي تلميذ ناجي تينفذ داك الشيء. بالتالي الازمه ديال النظام الراسمالي اللي غادي يخلصوها الموظفين والاجراء في التقاعد، ويخلصوها الكادحين ديال الشعب المغربي بالخلاص في الصحه والخلاص في التعليم. هذا مشكل كبير سياسي خصنا نجاوبوا عليه، خص يكون عندنا موقف واضح منه. بالنسبه لنا حنا الدوله اللي في العوض ما تعطي اهميه للتعليم العالي والبحث العلمي وتعطي باش تبني اقتصاد ديالها واقف على رجليه، اشنو كدير؟ كتبخس من هذا التعليم العالي، كتستهل بالاساتذه، كتضرب المكتسبات ديالهم، كتراجع التمويل ديال التعليم العالي، كتراجع الميزانيه ديال الاستثمار. واحد السياسه اللي غاديه فيها سياسه ديال ممنهجه ديال تدمير التعليم عموما والتعليم العالي العمومي خصوصا، وتعويضه بيان سور بالتعليم اللي هو فيه الفلوس واللي يمكن الناس يكديو. هذا مشكل سياسي سنكونوا واضح بالنسبه لنا باش نطلقوا على ارضيه اللي هي تكون واضحه. نبغيو كاع ما نديروش السياسه، نقولوا حنا هذه السياسه ما بغيناش نديروها على النقابه، ولكن هذاك الشيء فينا انا ما لقيتش السياسه كيديروها بينهم. بالتالي خص يكون عندنا هذا الشيء واضح. اذا المشكل الثاني بالاضافه للتقاعد شعارنا هو الدفاع على التعليم العالي العمومي وعلى المدرسه العموميه، وهذه معركه كنقولوا بان ماشي حنايا فيها وحدنا، فيها كذلك اطراف اخرى اللي خصها تتحمل مسؤوليه فيها، سواء الاطراف اللي هي نقابيه وكنتقاطعوا معها او الاطراف السياسيه كما كيبرروا المواقف اللي بغاها وحنا اللي عندنا ننفذوه. ولكن قبل نعطي الكلمه لاخوان المكتب الوطني على اساس انه واش كاين شي تطورات في الملف هذه بالاساس، كيفاش داير الحوار مع الوزاره، واصلين شي حاجه شي تقدم شي هذا، النتائج ديال الاضراب ناجح الى حد الاضراب ناجح، هذا اشنو هما الاستراتيجيات المكتب الوطني في الافق المقبل. وكنأكد لهم بان حنا نقابه وحده وحنا معاهم، وما كاينش شي زعما شي حاجه بغينا نشتوا النقابه. حنا ما عمرنا كنا بغينا نقسموا النقابه ولا بغينا نهرسوها، حنا بالعكس بغينا نوحدوا النقابه وبغينا النقابه تمشي في الخط ديال النضال وفي الخط ديال الكفاح ديالها. بالتالي تنحييهم مجددا وحنا معاهم. وكلمه الكاتب الوطني ديال النقابه الوطنيه للتعليم الاستاذ عبد الكريم مادون، وشكرا. ان اضرابنا
كان ناجحا بكل المقاييس، بل أربك الحكومة وأربك الدولة. ولأول مرة جميع وسائل الإعلام تتحدث عن إضراب النقابة الوطنية للتعليم العالي وعن بياناتها وبلاغاتها. والبارحة يعني منذ 8 صباحا إلى 12 زوالا لم تتوقف جميع الإذاعات الوطنية على التحاور وعلى أخذ موقف النقابة من ما يجري، وأن الجميع هنا هو الأساس، هو أننا حولنا من خلال هذا الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، حولنا القضية ما بقاش ديالنا، أصبحت قضية رأي عام. يعني في مجموعة من المؤسسات أي أجر على هذاك التكوين، بل هو أيضا هذه الجامعة العمومية اللي حنا كنشتغلوا فيها الآن وغيولدوها، وبالتالي غيولدوا المشروع المجتمعي الديمقراطي اللي كنطرحوا ليه كثير، واللي الأساس ديالو هي الطبقة المتوسطة. الهجوم الآن على الجامعة العمومية اللي هو الهجوم على الطبقة المتوسطة اللي هي قادرة أنها تحمل هم ديمقراطية هذه البلاد. النقطة الثانية اللي كان قلنا عليها في الوقفة قدام الجامعة هو أنه خصنا نطالبوا باستقالة الوزير. الوزير يستهين بالجسم الجامعي. هذا الوزير في واحد اللحظة باغي يلغي تو دان بون دو سافوار اللي هو كلية الأدب. كلشي باش ما نرجعوش مصريه. احنا هازين شكارنا كيما تيدوروا السبت والحد وتا القطاع اللي دايرين راه ما دايرش القطاع في لا فورماسيون كونتينيو، راه الناس كتخدم السبت والحد وفي الليل. راه هنا النقابات تاخذ وضوح في هذا الشيء، هذا موقف واضح. نمشيو نخرجوهم بالدراع، لا ما بغاوش يخرجوهم هذا راه هادشي اللي وقع. نكونوا واقفين وحنا مع المكتب الوطني، بغا نمشيو مع الوزاره نديروا وقفه احتجاجيه من غادي يمشي يتجمع مع الموجودين، ولكن الاضراب خص يكون على الصعيد الوطني. والا كان شي تصعيد على الصعيد الوطني الدار البيضاء ما يمكنلاش تحمل هذه المسؤوليه بوحدها. وشكرا. هذاك النهار سبنا حنا كليه الاداب وقال لك من الاحسن هذه الكليات يتسدوا. هذه اسبوع اخذ قرار بانه التمكن من اللغه الانجليزيه بدايه من مارس 2015 في حق جونفي 2015 في حق الاساتذه والطلبه ديال المواد العلميه. هادشي هادي شكوى كالتقاعد. نحن امام وزير يلتزم بكل شيء ولا يلتزم باي شيء. نحن امام وزير في كل اللقاءات ديالنا اللي تمات يعني اللي كتمر في اجواء مسؤوله من طرف المكتب الوطني وتلتزم فيها الجهات او ممثلي الوزير، ويتم اجهاض كل ما تم